Previously. من جملة الحاجات اللي زاد يلزمنا نصلحوهم نعملوا عليهم طلة هو هذا الشادد ما يحبش يخرج. نورمالمون هي درجة تحط عليها ساقك باش تطلع. كل جديد. هذوما مالوغوزمون ما كملتش ركبتهم 100% خاطر فما كعبة ريفي ما نجمتش نحيهم بور لو مومون خاطر ما عنديش بيرسوز. Assalam alaikum wa marhaba dans cette nouvelle vidéo. De retour les vidéos نتاع الفان اليوم une deuxième vidéo بعد la première vidéo upgrade et modification اللي نحطها لكم في الكوتي هذايا في الفيش épinglé. نرجعوا اليوم pour une deuxième vidéo خاطر نعمل quelques autres petites améliorations على الفان. ما نطولش عليكم برشا, je pense que ça va être très clair في الفيديو. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à soutenir le travail ou bien sûr à me dire en commentaire شنو رايكم في les vidéos هذوما. يلا let's go. Avant de continuer, كانك تتفرج فيا pour la première fois, أنا اسمي فاهم محمد علي, ex-pilote Tunisia Challenge, où ma chaîne Lil Vlogs est dédiée les sports mécaniques, le sim racing et surtout les vlogs. Alors, abonne-toi si tu veux me soutenir. Côté extérieur, petite belle marchepied اللي كان واحد. شوية WD-40 ليلتها وشوية ضربات عليه الديبلوك. Franchement, il est fonctionnel et pratique باش تنجم تطلع وتهبط من الفان من غير تعب. تعديت بعد لللوفون. فينالمون شريت بيرسوز. ركبت البلاستيكات اللي ناقصين ورجع يخدم بارفيتمون حتى استيتيكمون ولا محلاه. كوتي ذو مرة أخرى فقت وأنا نستعمل في الفان اللي الباتري أوكسيليير ماهيش تشارجي. غراس للانديكاتور دو نيفو تشارج اللي ركبته كي نخدم الفان الفولتاج ما يطلعش. فما حاجة اون طون نورمال أول ما تخدم الفان الالترناتور يبعث الانرجي للباتري برينسيبال وللباتري سكوندير, وكي جيت نثبت نلقى كان الباتري برينسيبال تطلع لل 14 فولت. بعد une série de tests على les valeurs en sortie du coupleur séparateur فهمت اللي هو ما عادش يعدي في الضوء للباتري اوكسيليير باش تتشارج. مات جمله واحده وقيت نكما نديو واحد جديد ونركبوه. لو شيما اي تري تري سامبل, جوست نحيو القديم ونبرانشيو الفيسو اللي معمول ديجا و سي بون. اما بلو غروند سوربريز الفريغو شحل ولا يخدم ب 12 فولت. انا اللي كان ماشي في بالي اللي جوست لامبوبه نتاع البوطون اون اوف هي المحروقه. الو ركبنيه ما تكسيتوش غاديكا قاعد يشارجي يشارجي بالكدا زاده دونك سافا سي سوبر يشارجي بالكدا اوكي. وباش تزيد تفهم اللي هو قاعد يخدم بالكدا بور لا بروميير فوا الوحده نتاع الباتري نتاع الفريجيدير قامت تخدم, يعني اون فيت عمره ما خدم بال 12 فولت. وهذيك فوالا هيك تاو قاعده تشارجي 13.5 دونك تفهم اللي هي قاعده تشارجي فينالمون. توجور في الكاتيجوري ذو ركبت ان دوزيام الوم سيجار بحث ليكوفلو اوكاو نحب نحطها تتشارج وانا نسوق, وبدلت لونسيان الوم سيجار بان ديسبوزيتيف فيه ديريكتومون 2 يو اس بي 3 امبير. على مستوى اخر قلت علاش ما نستعملش دو بانو سولير عندي ديجا في الدار وبالريغولاتور دو شارج نتاعهم. بديت نعمل في ان بروميير مونتاج على الباتري اوكسيليير و افكتيفمون سا مارش. ما حبوش يخدموا على ليكوفلو دونك دوكو قلت غنجربهم ديريكتومون على الباتري اوكسيليير. دونك حطيت الموان غاديكا والبلوس هنايا اي بيزارمون سا مارش. بيزارمون سا مارش ماهوش بيزارمون برشا, هو على خاطر لو بتي بواتيي هذاك هو اللي ماهوش ريكونو بار ليكوفلو. دونك كي هو ماهوش ريكونو بار ليكوفلو ما تحبش تشارجي منه, رغم اللي هما لي بانو صغيرونين ماهمش كبار برشا. اي بورتون فما اون طونسيون قاعده داخله للباتري والباتري كمان قاعده تاخذ في شارج. بون فينالمون بدلنا المونتاج, ركبتها هنايا شديتها بدي سيرفليكس سيرش الوحود خارجين هذا نصنفو حكايه فارغه. الخيوط الكل خارجين غاديكا, لو بلوس ماشي للبلوس الموان ماشي للموان. ممكن نحط الفالور عندي 12 23 sachant que l'entrée جاي عن طريق الخيط هذا اللي هو ماشي لي بيتي بانو سولير. بون ابري وي لي بانو سولير صغار ويعطيو كان 10 وات ماكسيموم. وشنو ما 10 وات pour une batterie de 100 ampères. بلغة أخرى الباتري تنجم تعطي 1200 وات en 1 heure. و pour la recharger à 100% avec des panneaux de 10 watts يحب لك 120 ساعة d'exposition en plein soleil.
على ذكر شريت ان بانو سولير ريجيد 200 وات de la marque EcoFlow باش نركبوه ان شاء الله de façon permanente فوق الفان. في البارتي اكسسوار خذيت ان ترمومتر حطيته في الفريغو باش يعطيني التمبيراتور دو فونكسيونمون نتاعو، وكيما تشوفوا في الفيديو -2,8 degrés Celsius c'est largement suffisant. Côté accessoires, côté géolocalisation, قلت علاش ما ناخوش un AirTag pour pouvoir géolocaliser le van. واحد ما يعرفش على البلاد. Il ne coûte pas cher, ما يستحقش installation spécifique ومادام عندك ايفون جاوك به. اوكي ماهيش géolocalisation GPS, mais dès que يتعدى بحث ايفون il communique عن طريقه la position نتاع الفان. Pour 30 € ou l'usage نتاعي, je pense que c'est largement suffisant. Sur un autre plan, قلت لقيت نصلح المستيكير نتاع الشباك اليسار. المستيكير مقطع وما يخليش الغيدو اوكولتون يهبط ويطلع كما يجب. شريت مستيكير جديد وكي جيت نركب فيه اكتشفت لي المستيكير الاصلاني انغولي لداخل ومازال فيه متسع من الطول. وليت قصيت البارتي المقطعه وعاودت فيكسيتو بالصحيح وعملت له تنظيفه عالميه مع بوز نتاع جوان على الجنابات ورجعت ركبته في بلاصتو. بعد 2-3 بوتي ريغلاج رجع يخدم بارفيتمون. نايس. فينالمون في الحاجات اللي يزيدوا يزينوا شويه الفان و ميم طون براتيك باش كي تدخل ما تمسخش الفان، حطيت ان بتي تابي نتاع اونطري هكاك نمسح فيه ساقيا كي نجي ندخل من غير ما نمسخ الفان. بون احنا هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو هذا، ان شاء الله كوم دابيتود تكون عجبتكم. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou en même temps et surtout à vous abonner. Bientôt 1000 abonnés. Ouh, 1000 abonnés. Bon, écoute. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo hatta l'akher. Merci pour votre soutien comme d'habitude. نتقابلوا إن شاء الله في فيديو جديدة. Merci beaucoup et à très vite. صديقتنا العنكبوتة جات بحثنا في الفان. عنكبوتة أخرى على الصباح تحرك ابعد. مشات تخبيت غاديك.